حتى الاوفر ما تعرفش تعمله، امال جايبينه ليه؟ ده انت لازم اللي جابه ده يتحاكم، سواء فيريرا سواء مجلس اداره سواء امير. اقسم بالله، واللعيبه دي كلها لازم. وبعدين انت دلوقتي بتقول لي المستشار مرتضى جمد 4 لعيبه، لازم تجمد امير، لازم تجمد امير اذا كنت عايز تكمل في رئاسه نادي الزمالك وتبقى الرئيس التاريخي لنادي الزمالك. جمد امير. بناء على ايه جايبين الراجل الجديد ده؟ بناء على ايه؟ طب ما انت يجمد امير ليه؟ يبعده بقى خلاص. ليه؟ يا عم هات بقى، مش بقول لك ثواني بس، هو اللي اختار الصفقات؟ مين؟ انت حضرتك بتقول اللي اختار الصفقات فيريرا. طيب مين اللي دفع؟ يبقى ايه علاقه امير؟ لا مين اللي دفع؟ ماشي، مين اللي اتفق؟ انت بتقول لي خليني في امير. انا بقول لك اهو. ماشي، ما انا استنى، انت بتزعق ليه؟ مين اللي انا برد عليك على حاجه انت قلتها. مين اللي جاب فيريرا؟ انت بتقول الصفقات اللي جابها فريرة. ماشي، ده رقم 1. ده لا انا قلت لك الكلام. لا اسمعني انا قلت لك انا برد عليك يا كابتن رضا. ما تردش، انا قلت لك يا كابتن رضا برد. لا انا قلت لك كانت بتوصلني معلومات مغلوطه ان الراجل اللي جايبه مين؟ ان الراجل اللي قال الصفقات، وانا جيت هنا معاك ومع فاروق. ما انت كنت بتقاوحني، كنت بقول لك مش الراجل عشان ده انت مرتضى هيمسكك يعملك بسطرمه ان شاء الله باذن الله. يعني دونجا سليم ما بيلعبش، مش عارف ليه، هو مركز على 3 4 لعيبه المدرب. نضاي سليم برضو، هو حاسس ان في لعيبه مش قادره تلعب في الماتش وباين قوي، ورغم ذلك كسبان 2-0 وما عملش تغييرات. اما لقى المصري عمال يهجم وعمال يحرجم على جول واثنين، فما في 2-0. فعشان كده خدنا قرارات، برضو المستشار خد قرار واحنا كلنا معاه، ان الجهاز الفني اللي هو موجود دلوقتي كله بره، وكمان هم اعضاء في نادي الزمالك مش هيخشوا النادي كمان، لان الموضوع صعب جدا. انت ادينا لك ثقه في ماتشات، انت بتكسب المريخ في اخر ثانيه لولا ربنا ثم ناصر منسي ما كانش الجول ده جه، وكنا برضو فرقه جايه من اخر الدنيا عشان تتعادل معانا هنا وتكسبنا في ارضنا. النهارده انت كسبان 0، فللجهاز شكرا مع السلامه، مش خلاص بره، اديلكوا فرصه كويسه جدا ومع السلامه. لا انا عايزك تجمد كده، تجمد كده، لسه في ضحك جاي، لسه في عايزك تجمد في مدرب الماني جاي والضحك جاي علينا، هالل علينا الضحك اهو.